وأكيد موضوع التنمية الجهوية هو من المواضيع الأساسية اللي وصلتنا للوضع السياسي هذايا معناتها. ثورة 14 جانفي والمسار الثوري اللي جرى وبدا من 17 ديسمبر هو بدا في الجهات الداخلية وبدا في علاقة بإشكالات جهوية. بالمناسبة فما حاجة ما تعرفهاش برشا توانسة، لسيدي بوزيد بدا فيها الحراك الاجتماعي من أوت 2010. من وقتها صارت مشكلة متاع قروض فلاحية، برشا فلاحة ما نجموش يرجعوا القروض نتاعهم وعملوا اعتصام قدام الولاية، وكان فما مشكلة في التواصل مع الوالي من وقتها، ومن وقتها بدا يتراكم الوضع وبدا يتأزم لحد 17 ديسمبر وقت اللي محمد البعزيزي ما قرر انه يحرق نفسه احتجاجا على الوالي ما حبش يكلمه. دونك اساس من اهم اسس الوضعيه السياسيه اللي ادت للوضع نتاع الثوره اللي جرات هو المشكله في العلاقه بين المركز تونس والجهات في الداخل. فما حاجه قاعده تعاود واهم هذه المشكله. دونك شنو الحل؟ الحل هو حاجة قاعدة تعاود تو عندها مدة وأشهرها في بعض الأوساط، ونرى اللي هي مهمة، فكرة باهية وفي بلاصتها، اللي هي أنه يلزم تولي الناس المهتمة وإلا عندها دور في التنمية الجهوية منتخبة في جهاتها. مثلا في عوض أنه يتوجد والي شخص فرد كيف ما كان الرئيس الفرد الواحد الأحد هو يحكم من تونس، فما الوالي يمثله في الجهة، أنه يتوجد مجلس جهوي منتخب في عوض ذلك، مجلس جهوي منتخب اللي يكون برلمان صغير فيها 12 شخص ويقع انتخابهم في انتخابات جهويه، يعني انتخابات نتاع مجالس جهويه. الحاجه اللي نقترحوها نحن في الدستور اللي مقترحينه فصل اساسي من الفصول اللي مقترحينه انه في تركيبه الدوله، في تركيبه تسيير الدوله، من غير ما يكون نظام فيدرالي للجهه تحكم في كل شيء في جهتها، انه يتوجدوا مجالس جهويه منتخبه يكون عندهم دور في موضوع التنميه ويتقاسموا مع الوزارات المعنيه في المركز في تونس مختلف مواضيع التنميه، مختلف الاختصاصات ومختلف المجالات.